ارميها في الحليب المغلي وهترجعي تقفي على رجلك تاني خلال ساعة وانسي ألم المفاصل والعظام. انا عارفة ان انت بتشوفيني دلوقتي وجنبك كيس من الادوية والمسكنات، بس انا النهاردة مش جايبالك مسكن، انا جايبالك حاجة هترجعك تقفي على رجلك تاني وتطلعي وتنزلي السلم من غير ما تحسي بأي تعب. وكل ده وهتشوفي النتيجة خلال ليلة واحدة بس. يلا كده صلي على النبي في التعليقات، وما تنسيش اللايك الحلو منك ودعوة كمان حلوة من قلبك، لان الوصفة دي تستاهل وهتجيب معاكي من الاخر. هتجيبي كده كوباية من الحليب وهتبتدي ان انت تغليها على النار، وبعد كده هنجيب بقى المكون السحري معانا وهو الحلبة. هتجيبي كده شوية من الحلبة، وبعد ما تغسليهم وتنشفيهم كويس قوي وهتحطيهم في الحليب بالشكل ده، وكمان على نار هادية. هتقلبي بقى الحلبة. عايزه اقولك انك هتدعي لي بعد الوصفه دي ولحد ما الحلبة بتاعتنا تغلي. انا عايزه اقولك انك هتستريحي جدا على الوصفه دي باذن الله. هتقلبي الحلبة في اللبن لحد ما لون اللبن بس يغير، وتتأكدي ان الحلبة استوت من جوه. اهم حاجة ان الحلبة تستوي معاكي، وهتسيبيها برضو على نار هادية لحد ما لون اللبن بس يغير. هتسيبيها تغلي على النار غلوة او غلوتين كده، وبعد كده تطفي النار وتغطيها علشان الزيوت المتطايرة من الحلبة ما تضيعش الفايدة. كده هتغطيها لمدة ساعة أو ساعتين، لازم تبرد تماما، وتغطيها علشان الزيوت المتطايرة من الحلبة تكون موجودة معانا في الخلطة دي. كده خلاص اتأكدت ان الحلبة كده دخلت على السوا وقفلت عليها زي ما انتوا شايفين كده. هتحطي عليها كمان معلقة من الجنزبيل صغيرة جدا، ما تكتريش عشان تقدري بعد كده ان انت تستخدميه، وكمان معلقة من زيت الزيتون، ولازم يكون زيت زيتون بكر. تمام. يكون نوعه نظيف، يكون قصاد معلقة الزنجبيل معلقة من زيت الزيتون، وتقلبيهم كتير. واي برطمان ازاز او اي علبة تلاجة معاكي هتدخليهم جوه التلاجة ليلة كاملة، وبعد كده تقفلي عليهم كويس قوي ليلة كاملة. هتستخدميها ازاي يا ست الكل؟ كل يوم الصبح هتاخدي معلقة كبيرة منها، في جسمك هيتغير ازاي وهتبقي نشيطة وهتبقي قوية، وآلام المفاصل ده هتتخلصي منه للأبد. لو الفكرة عجبتك ما تبخليش عليا باللايك. اشوفك على خير في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.